لو انت تايه في المذاكره وحاسس ان الوقت فاتك وثانويه عامه بتضيع، اتفرج على الفيديو ده. انا جاي النهارده اطمنك واقول لك انك تقدر تعوض اللي فاتك وتلم المواد المتراكمه عليك. السنه اللي فاتت اخويا كان ثانويه عامه وبرضه كان تايه زيك، كان في دروس متراكمه ودروس جديده، مناهج خلصت مع المدرسين ومناهج لسه. احساسك ده طبيعي جدا في الوقت ده، معنى انك خايف دي حاجه حلوه، معناها انك حاسس بالمسؤوليه وانك عندك عزيمه تبقى احسن وتعمل اللي عليك. فانا النهارده جاي ادي لك شويه نصايح كانوا مهمين جدا لاخويا السنه اللي فاتت. اول نصيحه هي لازم انك ترتب اولوياتك، تبدا بالدروس الجديده الاول، بعد كده المتراكم عليك، وبعد كده لو في دروس قبل كده واقع منك او واقع منك جزء منها تحاول انك تفهم، لكن الاساس هي الدروس الجديده لان دي مش هيبقى لها وقت في المراجعه. تاني نصيحة بقى وهي حاول انك تزود وقت مذاكرتك في اليوم على قد ما تقدر وتبعد عن اي تشتت. خلاص يا بطل، فاضل 4 شهور بس وثانوية عامة دي كلها تخلص، تقدر تعمل اللي انت عايزه براحتك بعد كده من غير ما حد يكلمك. انت شد حيلك في الوقت الباقي علشان الوقت اللي فاضل ده هو اهم 4 شهور في حياتك. تالت نصيحة هي حاول ترجع شغفك. طب ازاي؟ اول حاجة افتكر ان ربنا موجود دايما وهيساعدك، ما تقلقش، وفي جزء دايما بيمشي بتدبير. تاني حاجة حط هدفك الكبير قدامك، سواء كلية حلوة أو فخر من أهل بيتك، وبعد كده حط لنفسك أهداف صغيرة مكافآت عليك. يعني مثلا النهارده أنا هخلص درس الفيزياء وأحل عليه كويس قوي، وبعدها هنزل حجز كورة كمكافأة ليا. آخر حاجة حابب أقولها لك إن أي مجهود بيفرق. في ناس بتتمنى يرجع بيها الزمن وتذاكر درس واحد بذمة لأنه فرق معاه درجة على كلية بيحبها، والدرجة دي كان ممكن يجيبها لو ذاكر الجزء ده كويس وما كسلش. حاول في الفترة دي إنك تبدأ حل بنسبة أكبر من الفترة اللي فاتت. يعني مثلا خلص الدرس بتاعك وبعد ما تحل المصدر اللي أنت بتحل منه شوف بعد كده مصدر مختلف، وليكن مثلا امتحانات السنين اللي فاتت. ولو لقيت فكره المستر بتاعك ما قالهاش او انت ما حلتهاش قبل كده في اي مصدر من المصادر فتبقى حاجه كويسه جدا، واكتب الفكره دي عنه ان هي هتفرق معاك بعدين. وابدا ادور على مصادر زي مثلا مصدر حصص مصر، كان كويس جدا معانا السنه اللي فاتت وقدرنا ان احنا نلم بيه افكار كتيره ومسائل كتيره ساعدتنا بعد كده ان احنا نحل احسن. خامس حاجه ودي النقطه الاخيره، نظام الثانويه العامه اختلف كتير عن زمان. يعني زمان كان الواحد بيحفظ كويس قوي وبيخش الامتحان بالحفظ بتاعه ويقدر ان هو يجيب درجات عاليه جدا، لكن السنه دي لكن النظام الجديد عباره عن حفظ وفهم وحل كتير. هي دي الوصفه. اخر حاجه حابب اقولها لك ان مفيش طريق مختصر للنجاح، النجاح ليه ضريبه غاليه جدا وكلنا بندفعها علشان نوصل للي احنا عايزينه. وحابب اقول لك ان هي مش حاجه مستحيله ولا حاجه، بل بالعكس انت تقدر تعمل كده وتقدر تخش الكليه اللي انت بتحلم بيها. نظم اولوياتك يومك، اعمل جدول بالدروس المتراكمه عليك والدروس الجديده والمنهج كله قدامك علشان تعرف انت ذاكرت ايه وما ذاكرتش ايه. واخر حاجه لو حابين نتكلم عن اي موضوع تاني في الثانويه العامه يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس انتوا عايزين عن ايه، وانا ان شاء الله هحاول ان انا اعمل لكم فيديو.